ده كده يبقى وسواس مش اطمئنان. بص، المرة دي بجد مش مظبوط. بص، انا ايديا بدأت تترعش شوية كده وفي شوية دودوخة على شوية زغللة. بتاكل كويس؟ بتنام بانتظام؟ وده ينفع برضه يا دكتور؟ وطبعا بتشرب كتير يعني. وعايز ايه بقى؟ عايز اطمن على نفسي. عايز اطمن على نفسي بجد، انا مش مظبوط المرة ده يا دكتور، صدقني. ماشي. من فضلك ابعت لي دكتور التحاليل ودكتور الأشعة. هتقعد معانا شوية كده لغاية ما تعمل تحاليل ها؟ وأشعة. خلاص؟ اقعد شهر هيحصل فيه ايه يعني؟ المهم اطمن على نفسي، وانا هنا بطمن على نفسي يا دكتور. هتنوقع دكتور ولا ايه؟ مش قصدي، لكن عمري ما شفت حد زيك كده مهتم قوي بصحته. عشان بحب حياتي يا دكتور، وعايز اعيشها بالطول وبالعرض. والعيان ده عمره ما بيتمتع بأي حاجة. أنا هقوم أغير وآخد حمام كده وألبس وأخرج. ما عندكش موزة يا دكتور تخش تحميني؟ اسمع، انت لو جيت لي قبل سنة من دلوقتي مش هقابلك أصلا. يبقى قابلني يا دكتور.
تزور سيدك كينا فارس؟ اصله عمي. سيدة حسن بسرعة على العمليات بسرعة. ابو سيدك هات لي احسن دكاتره. كنتوا فين؟ سفروني بره، سفروني بره. على العمليات يا جماعة بسرعة. الحقوني ابو سيدك، الحقني، انا مش عايز اتعبني. فين طه؟ من يوم ما رجع ما راضيش ينزل من فوق. طه! طه! خالي عمتهولك، خدت لك بطارك وفقعت لك عينينكين. يلا يا ولدي خش تسبح واحلق دقنك، خلي كريمة تفرح بيك. يلا. طمني يا دكتور. احنا وقفنا نزيف اللي كان في عينيه وعملنا كل التحضيرات اللازمه لعمليه التركيب اللي هيعملها في الركبه. يعني ايه؟ للاسف مش هيشوف تاني. واه اتدبيت يا كريمة؟